صحابي البايكر، صباح الفل عليكم. ازيكم؟ احنا النهارده في مركز أليكس سكوترز، وحلقتنا النهارده هتكون عن الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي السكوتر يدردر. تيجي تدور السكوتر مثلا، بتيجي تطلع بيه او يكون على سرعه بطيئه او تطلع وتدوس بنزين، فتلاقي ان السكوتر معاك اللي بيحصل له بقى، بيحصل فيه زي نوع من انواع الدردره. فالنهارده ان شاء الله هنقول لك على الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي السكوتر يدردر. طيب احنا عندنا سببين رئيسيين بيخلوا السكوتر يدردر. السبب الاول هيكون اللي هو حله الكلاتش، او بمعنى اصح الكلاتش الخلفي. طيب ديت المفروض اللي هي حله الكلاتش، تمام؟ هقربها لكم كده من الكاميرا عشان تشوفوا. حله الكلاتش ديت لما بتتاكل من جوه، فالتيل بتاع الطلعه ما بيبقاش ماسك فيها كويس، تمام؟ طيب ففي الحاله ديت ايه اللي بيحصل بقى؟ بتلاقي ان الكلاتش دوت او الحله بتعاني علشان السكوتر يبدا ان هو يطلع. ففي الحاله ديت بيكون الحل ان احنا بنصنفر الاماكن اللي هي بتكون من الداخل، وكمان بنصنفر تيل الطلعه، تمام كده؟ ودوت بيكون السبب الرئيسي للدردره اللي احنا بنحسها في الطلعه بتاعه السكوتر. تاني سبب بقى، وبيكون سبب خفي جدا، بيسبب دردره كتيره جدا في السكوتر، بيكون بكر السحب اللي انتوا شايفينه دوت. بكر السحب دوت لو اتاكل من اي جزء او بقى مشطوف من اي جزء، فبرضه هيسبب دردره. كمان في سبب من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي السكوتر يدردر في الطلعه، وهو ان يكون بكر السحب دوت مش مناسب، او الوزن بتاعه مش مناسب للوزن بتاع السكوتر. يعني مثلا نلاقي سكوتر مثلا وزنه 150 كيلو او فيما فوق، وبيستخدم بكر سحب 11 جرام، فلا دوت مش هينفع مثلا معاه، لان وزن السكوتر هيكون تقيل على بكر السحب. ففي الحاله ديت لازم نستخدم بكر السحب اللي يكون وزنه مناسب لوزن السكوتر، ومناسب طبعا للسي سي بتاع السكوتر. النهارده في الحلقه حاولنا يعني نلخص لكم الاسباب الرئيسيه اللي تخلي السكوتر يدردر. استنوا حلقات كتيره ان شاء الله، نصايح اكتر، فيديوهات اكتر عن الصيانه وتعليم الصيانه. ارجو تكونوا استفدتم. شكرا.